الناس دي محترمة جدا بجد والله. الخدمة هنا حلوة قوي، الراجل ده محترم والراجل ده محترم، والقطر نضيف جدا وحاجة محترمة قوي ما شاء الله. حافظوا عليه. طبعا دي جولة سريعة جدا في قطر التارجو الاسباني اللي دخل خدمة سكك حديد مصر قريب. القطر زي ما انتم شايفين نضيف جدا، في درجة أولى ودرجة تانية. الدرجة الأولى ب225 جنيه، الدرجة التانية ب150 جنيه. القطر نضيف جدا، أول ما بتخش بتحس إنك أنت داخل طيارة، وبالذات في الدرجة الأولى. حمامات نظيفة، الوجبات في الكافيتيريا والنظافة حلوة جدا، الخدمة والناس والتعامل ممتاز. يعني أنا مشوفتش حاجة كومنت وحش في القطر. فعلا القطر بيميز التارجو غير النظافة، وإنه فعلا قطر جديد وحديث. والحمام طبعا بتاعه نضيف جدا. ان هم كمان بيحرصوا ان هم بينضفوا الحمام بعد كل ما شخص يخش، لازم ينضفوا بعديه طبعا، وبيدوك الادوات اللي انت تحتاجها جوه. في كل حاجات ان انت تقدر تعقم ايدك، تغسل ايدك، يعني كل حاجة موجودة فيها نظافة خاصة بالحمام والنظافة بتاعة القطر نفسه. اللي عايز اقوله برضو ان القطر ده مميز ان هو بيوصل في 2.5 ساعة. النظافة هنا جميلة قوي. انت ايه رأيك بقى وانطباعك في السياح؟ بيبقى انطباعهم ايه عن القطر؟ رد فعلهم العرب والاجانب؟ لا معجبين بالقطر، معجبين بالقطر، مبسوطين. ايه اكتر ناس بتيجي على القطر من الاجانب او العرب؟ لا العرب دلوقتي العرب، السعودية والامارات، كل الجنسيات العربية كلهم كانوا مبسوطين من التجربة. مبهرين بالقطر بصراحة. وانا عايز اقول شهادة حق، انتوا ناس محترمة جدا وفعلا تليقوا بالمكان ده. يعني يا رب نحافظ على الاماكن بتاعتنا والحاجات الجديدة اللي بتحصل في البلد. ربنا يبارك. شكرا.